حتة زبادي من على التوست. بصوا عاملة ازاي. التانية بقى، يا سلام يا سلام. السلام عليكم. علشان بس ما نتغفلش في الاول كده، الجبنه الموتزاريلا في منها كويس وفي منها اشتغاله ومضر. فركز معايا علشان اوريك كويس والاشتغاله عملي ونظري. فيديو جديد. الاول كده قبل ما تشتري موتزاريلا او موتزاريلا عشان اخواتنا اللي عندهم مواد الخواجه، لازم تعرف ان في منها طبيعي في منها بزيت نباتي او زيت نخيل. قلت لكم قبل كده في فيديو الجبنه البيضاء، هحط لكم في الكومنتس. طيب تعرف ازاي؟ المكونات. ركز في المكونات يا يحيى، مش اي كيس مكتوب عليه جبنه طبيعي يبقى الجبنه طبيعي. ما تصدقوش، ما تبقاش طيب وغلبان وتثق في الناس بسهوله. كفايه خزوقه، انت ايه؟ ما بتحرمش. لازم تبص على المكونات وتشوف مكتوب جبن نباتي او نبات الدهن او زيت نخيل او زيت معدل نباتي، اي تحريف. واكتر كلمه خداعه في الدنيا، وركز قوي، جبن ايه؟ جبن انالوج. عارف انالوج دي معناها ايه؟ معناها شبيه جبنه، زي برضو الجبنه البيضاء شبيه جبنه او نظير جبنه. بس الشركات ما بتحبش تكتب كلمه شبيه جبنه، فبيكتبوا انالوج الطف، معتمدين ان في ناس ما تعرفش المعنى ده وبيشتروها بحسن نيه. هي تكتب لك انالوج وانت تلوج براحتك بقى. فكل دول معناها انها مش جبنه موتزاريلا طبيعيه. الجبنه الطبيعيه بقى بتلاقي مكوناتها ايه؟ لبن بقري او خليط مضاف ليه لبن فرز. هتلاقي من ضمن المكونات حاجه اسمها منفعه ميكروبيه او نباتيه. طيب ده بالنسبه للمكونات اللي هو قبل ما تشتري اصلا. بعد بقى ما تشتري، لو اشتريت، المفروض الجبنه الطبيعيه بتبقى لون واحد الكيس، ومش ميكس جبن زي ما قلت لكم قبل كده. ما تجيبوش ميكس جبن خالص. جبنه موتزاريلا لون واحد، مصفر مش ابيض، مش ناصع البياض. تاني حاجه بتبقى طيب لما تيجي بقى تسخنها، الجبنه الطبيعيه بتمط وحلوه وبيضه وبتغمق خفيف كده وفيها طعم قشطه لذيذ، طعم لبن. انما الجبنه النباتيه او المعموله بدهن نباتي او زيت نباتي دي بتلاقيها غمقت بسرعه وطعمها محروق مش مفضل. واساسا الجبنه الانالوج دي المكتوب عليها انالوج، خد الصدمه دي المفروض انها للحشو. والمفروض الشركات بتقول ان الجبنه دي للحشو، لان في جبن للحشو وجبن للفرش الخارجي على الوش. فالجبنه الحشو ما بتتحطش على السطح زي البيتزا ولا المكرونه بشاميل ولا غيره. ليه؟ لانها هتغمق بسرعه ولونها هيبقى بني محروق بسرعه وطعمها استغفر الله العظيم ريحتها كمان. ودي لما تغمق كده مضره جدا للصحه. في حاجه اسمها تفاعل ميلارد او اسمرار لا انزيمي. العملي بقى، انا هنا معايا نوعين جبنه، واحد طبيعي وسعره اغلى، طبيعي طبعا يكون سعره اغلى، وواحد زيت نباتي حاجه مش معروفه اصلا. هنحط الاثنين على شريحه توست مثلا في نفس درجه الحراره في الميكروويف ونشوف الطعم والشكل. فيلا بينا. اهو هنا هو شريحتين توست، نفس الطعم نفس الشكل نفس كل حاجة. دي هنا جبنة طبيعي من شركة دومتي فيها النوعين على فكرة، فيها جبنة طبيعي وفيها نبات الدهن. دي المكونات قدامكم هنا اهي. وده الكيس التاني نبات الدهن الزهرة فيه منورة في وسط الكاميرا. هحط هنا كمية وهنا كمية. هفتح هنا الكيس. بصوا لو لاحظتوا ان الجبنة الطبيعية لون واحد، شرايح اهي لون واحد اللي هو اصفر غامق. ما دام طبيعي يبقى اصفر غامق، مفيش الوان متغيرة، مفيش الوان تانية. لو في الوان تانية يبقى كده بايظة. اهو فرق اللون. هقطع بقى حتة من التوست من نبات الدهن عشان نعرف نفرق بس. اخدها بقى واحطها في الميكرويف لمدة دقيقة بس كده. طالعين اهو منورين زي العسل والدخان منور. بصوا بقى الفرق في الشكل، اللون هنا اهو والقوام وكل حاجة. اهو اكني طلعت حتة زبادي من على التوست. بصوا عامله ازاي. التانية بقى، يا سلام يا سلام. اهو بفرد يمين وشمال جبنة كريمي. نيجي بقى نقطع. دي اتقطعت ولا الهوا ولا اكني حاطط توست حاف يا جدعان. بصوا عامله ازاي. ماشي مش مشكلة. نيجي عند التانية بقى، المطة اللي فيها مطة مطاعم. لما تروحوا مطعم وتلاقي المطة هناك كده تعرفوا المطعم ده نضيف. بص المطة عاملة ازاي اهو، استك. ايوه هوصل لحد اخر المطبخ اهو. هدوق بقى حتة من الطبيعي. طعم الجبنة والقشطة ظاهر فيه جدا جدا جدا. نيجي عند التانية، اتقطعت برضو عادي، بس طعم البلاستيك والكاوتش ظاهر فيه جدا جدا جدا. بس كده اديكم شفتوا من نفسكم الفرق الجامد الرهيب الغريب. خلي بالكم بقى وانتوا جايين تشتروا بعد كده، وبالهنا والشفا. السلام عليكم.